كلم صوت عايز اطلع اسلم على الواد ميدو. قال له ده اللي بتصور الكاميرا واخده في الساعه. الست دي بص محمود عبد العزيز 17 محمود متولي 29 حسني عبد الرب 12 قدامنا كابتن ابراهيم حسن 7 وفي الهجوم عبد العزيز 19 وعماد عايز 15. يوصل اولاد يوصل بيعمل بروسس بس ساعات بيعملها ايه بالمستوى بتاع اللعيبه وانا ما اطلعش اوكي ولما يكون في كورنر عليا من هنا اولاد جاي ساعة كلنا علينا حد جاي من ورا من عندهم امسك معاه بلاش برضه دي على الجنب زي دي كده ايوه خد خطوات بجنب وانزل لها هوب تمام قوم هوب احسن كده بس ركز فيها يا عواد تعملها عشان تعملها تعدي كده او تعدي كده اوكي ايوه كده ريح كريا عايز ايه يا شيخ فينك الشارع اللي انت عارف حضرتك الكاميرا يفتح
كابتن فلول 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 فيجو فيجو اقول لك ايه؟ سلامك يا صبري انا جاي اهو حبيبي ربنا يخليك اهو ربنا يخليك لقيت ولا لا؟ والله انتوا مش مسؤولين. ورا هناك ورا ايه؟ ورا جنب مش فاهم ده كريم عامل ايه؟ لا والله انت كنت قاعد هتتغلبوا يا كابتن حمام هتتغلبوا لا لا حبيبي يا كابتن كابتن عواد النهارده مدير فني انا معيش اللقطه ديت الكابتن شحته مطلعكم بره التشكيل الكابتن شحته مطلعكم بره التشكيل قلت لك ايه؟ سافو سافو بعد المباراة كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر في غرفة ملابس النادي الإسماعيلي
كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر، كابتن النهارده رايك في اداء النادي الاسماعيلي والمباراه؟ اداء مشرف كويس ونتيجه كويسه. انت دخلت للكابتن كابتن في حد حطيت العين عليه؟ لا سيب اللعيبه دلوقتي، اللعيبه لسه. او ماتش البوسنه امتى يا كابتن؟ وصول الكابتن شوقي غريب الاستاد سيف الدين جلال بعجرود. يلا كابتن يلا ما ينفعش يا شوقي. انا خلاص عايز بقى والله ما ينفع. خلاص كده. أعزائي متابعي موقع اسماعيلي 90، انتهى مباراة الإسماعيلي والنادي المصري، مباراة صعبة. كابتن سعفان مبروك. وحاسس ان انت يعني ايه بتخاف دلوقتي تحط صبحي ولا عواد؟ محتار يعني، هو خوف مش خوف. طبعا انت حضرتك شخصيتك قويه وكل حاجه، بس انت خلاص معاك اتنين جاهزين جدا. ومبروك الاول على الثلاثه بونت. مصر بس انا ما بخافش يا مصر. انا عارف يا كابتن، لا انا عارف انت شخصيتك قويه. لا انت يعني ايه معاك اتنين، اللي معايا اتنين زي الفل، حراس مرمى الحمد لله، والولاد الصغيرين كويسين جدا، خبره وشايل النادي بقاله سنتين. صبحي فمش عايزين ننسى صبحي، لا صبحي اتصاب فتره طبعا ورجع النهارده طبعا. وصبحي هو حارس مرمى النادي الاسماعيلي. عواد لغايه الوقت اللي بكلمك فيه دوت بيتعلم منه لسه طبعا، ودي حاجه جميله لما معاك اتنين حراس مرمى جامدين، ومعاهم واحد ثالث كمان محمد مجدي منتخب الشباب، ومعايا كمان كلينتون معايا ما شاء الله حراس مرمى. ربنا يديله الصحه يا رب، وامل المستقبل وامل مصر ان شاء الله وامل النادي الاسماعيلي. كابتن النهارده وانا بصور الكواليس قبل الماتش شايفك بتقول لعواد محمود شاكر عبد الفتاح بيرفعها من هنا، عبد العزيز توفيق بيرفعها من هنا، في شوط من عاشور الادهم من هنا. بالظبط. يعني حضرتك بتبقى مركز كمان مع الفرق الثانيه. طبعا ما هم زي ما هم النادي المصري قاري اللعيبه، قاريين لعبتنا مين كويس ومين الوحش عندنا. احنا برضو قاريين كل حاجه هنا. كانك انت عندك عاشور الادهم بيشوط من اي مكان، عندك شاكر عبد الفتاح بيشوط من اي، بيرفع من اي مكان، عندك محمود عبد الحكيم، عندك لعيبه كويسه. بس النادي المصري في حاجه مش طبيعيه. انا يمكن قلتها دلوقتي لكريم ذكري، قلت له لا انتوا فيكم حاجه من جواكم مش كويس. كابتن تقييمك لاداء الشناوي النهارده ايه؟ الشناوي وعواد نجوم الماتش، نجوم المباراه. الماتش يخلص النهارده في رايي انا يعني 4-2 نادي الاسماعيلي. كابتن مبروك، وان شاء الله مزيد من الانتصارات باذن الله. ربنا يخليك. ميرسي يا مصر، ربنا يخليك. كواليس ما بعد المباراه كابتن كرم جابر اللي النهارده يعني هو كابتن طبعا حمد المدربين العام للنادي الاسماعيلي قاعدين على الدكه، اعصاب متوتره، ماتش دايما بيبقى قوي. مبروك يا كابتن كرم الثلاثه بونت. الله يبارك فيك يا مصر، مبروك للشعب الاسماعيلي كله وجميع الاسماعيليه كلها. وانا بقول ان النهارده الحمد لله بنهدلهم 2 بونت يضيعوا مننا في ماتش الشهر. النهارده اللعيبه كانت قد المسؤوليه الحمد لله. مبروك يا كابتن. قدروا يفرحوا جميع الاسماعيلي ويحطوهم تاني في الصداره، وفي الصداره والله مش جداره ان شاء الله. كابتن ماتش المصري يعني كنتوا خايفين النهارده؟ لا بالعكس، يعني انا هقول لك بصراحه، يعني النتائج امبارح خلتنا نخش الماتش واحنا عندنا اريحيه كبيره قوي ان احنا نشتغل نعمل اللي علينا، والهدف واضح ان انت بفوزك هتبقى في صداره المجموعه علشان كده كنا نازلين، كنا بصراحه مركزين جدا 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 كلعيبه وكجهاز بره. كلهم كانوا مركزين وكانوا عايزين فعلا النهارده يفرحوا النادي الاسماعيلي. كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي، كابتن مبروك 3 بونت صعبين. دايما ماتشات الاسماعيلي الاسماعيلي دايما متفوق على المصري في التاريخ، ولكن بتبقى مباراه صعبه. حبيبي مصر والله مبروك ليكم ومبروك الاسماعيليه والجمهور الاسماعيليه ومركز الاداره واللعيبه اللي عملوه اللي عملوه. احنا بنلعب برضه فرقه كبيره، انت عارف النادي المصري فرقه كبيره، هو بس محتاج ان شاء الله ان هم يقفوا على حيلهم شويه، وان شاء الله باذن الله يرجعوا زي ما كانوا. لكن احنا كنا من اول ما خلصنا الماتش اللي فات احنا بندرس هنشتغل ازاي مع النادي الاسماعيلي. الحمد لله رب العالمين قدرنا نشتغل معاهم كويس. لو انت واخد كل واحد كلها في 90 دقيقه مفيش هجمه واحده او كوره واحده، فالحمد لله رب العالمين. كابتن ليه دايما النادي الاسماعيلي بيبقى افضل في الشوط الثاني؟ يعني هي كبدنيا دي حاجه كويسه ان الفرقه واقفه على رجليها، انما فنيا بيبقى الشوط الاولاني دايما اقل من الشوط الثاني. والله يا مصر احنا عاملين مجهود غير عادي. انت عارف الماتشات اللي فاتت كلها ورا بعض، كنا لسه في رحله السودان، فرحنا ولعبنا ماتش هناك ورجعنا تاني في خلال 3 ايام، فانت عارف في لود على اللعيبه. لكن احنا بخبرات الناس اللي عندنا حسني وعندنا السوليه وعندنا عبد الحميد وسام بنقدر نقف على رجلنا تاني. هي المهم ان انت تقدر ازاي تكمل يعني. الحمد لله رب العالمين، فاحنا دي عندنا الحمد لله كويس. شكرا يا كابتن. عبد الحميد
ابو حميد يلا واحنا في السكه. كابتن احمد العجوز المدير الفني للاسماعيلي. كابتن مبروك 3 بونت غاليين جدا. يعني انا عارف ان الجهاز الفني كان قلقان، كل الفرق امبارح لعبت لصالح النادي الاسماعيلي. الشرطه اتعادل، بتروجيت اتغلب، الزمالك اتعادل، دي عملت لود زياده عليك يا كابتن؟ لا والله يعني انا خدتها من الناحيه الايجابيه برضه مظهر، يعني خدتها ان ده يعني يشيل الضغط شويه من على لعيبتنا، لان هم كانوا مركزين قوي عايزين يكسبوا عشان يتصدروا تاني وكده. انما بالنتيجه ده امبارح احنا قلنا لازم الدوج يخف خلاص بقى، نبدا نفكر ان احنا نستفيد من اللي حصل ده، لان اللي قدر الله بقى حصل حاجه النهارده احنا ما استفدناش. يعني ده كان طموحنا ان احنا نستفيد من اللي حصل امبارح، والحمد لله قد كان وقدرنا نكسب ونوصل اللي احنا عايزينه. كابتن سؤال سريع بالنسبه للتعاقدات الجديده، حضرتك في اي حاجه في يعني اللعيبه اللي هيجي، اللعيب النيجيري واللعيب اللبناني واللعيب الغاني، حضرتك هيخضعوا الاول للاختبار ولا هيمضوا مباشره؟ لا ازاي؟ لا كله لازم نشوف الاول، نشوف الانسب والاحسن نتيجه ونعمله ان شاء الله. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. كواليس خروج الجهاز الفني والطبي واللاعبين، كابتن حمص طبعا مع عساكر القوات المسلحه، صور تذكاريه مع كابتن حمص. يمكن الكابتن سعفان الصغير قال لنا نجم المباراه النهارده هو كابتن محمد عواد. يمكن لما سالنا كابتن سعفان قال ان افضل لاعبين النهارده في الملعب هو كابتن محمد عواد وكابتن احمد الشناوي. عواد مبروك ال3 بونت، بتزيد بسم الله ما شاء الله، المستوى بيزيد عن كل مباراه. النهارده بتثبت اقدامك اللي انت تكون الحارس الاساسي النادي الاسماعيلي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ببارك لجمهور النادي الاسماعيلي واللعيبه والجهاز الفني. بحمد ربنا طبعا على الاداء النهارده، وطبعا انا بشكر الكابتن سعفان اللي عامل معايا مجهود الفتره اللي فاتت، وانا هسيبه برضه هو اللي يتكلم. يعني هو اتكلم عليك يعني بما فيه الكفايه. لا انا بشكره طبعا، يعني راجل بشكره طبعا اللي هو يجي النهارده معانا في الماتش وواقف معايا، واللي هو يرضى يقعد معايا برضه احتياطي وواقف جنبي طول الفتره اللي فاتت. فانا بشكر الكابتن صبحي طبعا وحارس كبير، وده شرف ليا ان انا اكون بلعب اساسي على حساب الكابتن محمد. تألقك النهارده في وجود الجهاز الفني لمنتخب مصر دوت بيعني لك حاجه؟ طبعا انا بتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله، وده هدف الواحد بيسعى له. بيلعب في نادي كبير مش نادي صغير زي النادي الاسماعيلي، فاكيد لما بتلعب في نادي الاسماعيلي يبقى هدف منتخب مصر، واللي انت بس مش ان انت تروح جون تاني ولا جون تالت في منتخب مصر، لا انت راح تنافس هناك على حراسه مرمى منتخب مصر ان شاء الله. فاتمنى ان شاء الله نكون موجود معاهم. مبروك عواد، ومستواك في تقدم بسم الله ما شاء الله. اتفضل. عصام علي وابراهيم حسن نجوم النادي الاسماعيلي. عصام النهارده متألق، ضيعت انفراد كنت ممكن يعني كان لسه النتيجه 1-0، ولكن انت بتتألق يا عصام بسم الله ما شاء الله. كان ليك جاي لك عرض من نادي انبي، ابتدى عصام يتسمع اسمه بره الاسماعيليه، انبي المقاولين. مبروك 3 بونت يا عصام. والله الحمد لله ربنا كرمنا النهارده ب3 بونت النهارده. تعبنا والله في الملعب وكنا مركزين واحترمنا الفوز طبعا، عشان كده ربنا كرمنا. ضيعنا كتير جدا وكنا موفقين النهارده. لعبنا الشوط الاول كويس جدا، الشوط الثاني خدنا تعليمات من كابتن احمد العجوز قدرنا ننفذها في الملعب، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. بدايه كويسه و3 بونت كويسين جدا يفرقوا عن المجموعه ونقدر متصدرين المجموعه. شكرا كابتن. شكرا كابتن. كابتن محمود متولي واصابه. محمود طمنا عليك، وانت انت من اللعيبه الممتازين داخل المستطيل الاخضر خصوصا مع النادي الاسماعيلي، طمنا على اصابتك. الحمد لله طبعا في الاول وفي الاخر على كل حاجه. ان شاء الله اول ما ارجع ان شاء الله اشتغل كده واعرف بالظبط ايه. هو احنا سمعنا الدكتور مجدي قال لنا مش اقل من 10 ايام. ان شاء الله خير مش مشكله. اللعيبه كلها بتأدي، واي حد ممكن يسد من النادي مش هيوقف على حاجه. الف سلامه عليك ومبروك ال3 بونت. شكرا. صالح موسى نجم النادي الاسماعيلي، ومش نجم قوي يعني. مبروك يا صالح، وانت بتثبت فعلا ان انت وشوقي السعيد افضل صفقتين السنه دي في النادي الاسماعيلي. مجهود رائع زي ما بيقولوا، يعني احنا قاعدين بنقول ده شايل رئه. مبروك 3 بونت حبيبي. ربنا يخليك يا رب. الحمد لله طبعا. والله انت لعيب فاشل، والله انت لعيب فاشل. لسه بقول لك افضل. خد يا شوقي.
الحمد لله ربنا كرمنا النهارده شوقي. ماتش صعب، ديربي صعب جدا. كان تفكيرنا ان احنا ناخد جدول بونت النهارده وبندي الفوز دوت لجمهور الاسماعيلي. طب انا هروح للفلول والله العظيم انت فاشل. لاكبر صفقه فاشله في النادي الاسماعيلي السنه دي. طبعا الكلام دوت من ورا قلبنا. طبعا انا مش عايز اسجل معاك عشان انت راجل اخواني. طب هقول لك على حاجه، انت راجل بتاع حلبسه، بتبيع حلبسه في السودان، انت راجل هنا لعيب كوره، رحت تبيع حلبسه في السودان. وده العاشور يلا شفت الكوبري. حبيبي يا مصر، الحمد لله النهارده على المكسب، وان شاء الله باذن الله نكمل كده، واحنا هدفنا ان شاء الله البطوله باذن الله. شوقي، الناس جالك عرض من نادي في ليبيا، النفط العراقي ونادي الاتحاد الليبي. انت قاعد معانا بقى ولا؟ ان شاء الله طبعا. يعني انت جيت الشهر عندنا وتمشي ولا؟ لا يا نجم، انا معاكم لاخر عمري حبيبي يا مازن، اللي معاك في الاخر خالص. مش هتبقى قاعد من صفقه الاسماعيلي 90؟ اكيد طبعا، عايزني معاك انا. بص هتدفع كام؟ انا ما باخدش ولا شيء، هتدفع كام؟ تعالى يا نجم يا الكوره بس. طبعا عساكر القوات المسلحه او جنود القوات المسلحه. سيسي اهو، سيسي انت السيسي ولا كابتن حسني عبد ربه طبعا ما بيسجلش، بس احنا برضو محمود عبد العزيز مبروك 3 بونت، ويعني راجل دباح في الملعب بسم الله ما شاء الله. محمود النهارده 3 بونت غاليين جدا من النادي المصري. الحمد لله النهارده 3 بونت، وكان النتائج امبارح في صالحنا واول، فالحمد لله النهارده احنا دلوقتي الاول وربنا يكرمنا في اللي جاي. بيزيدكم اصرار دوت يا محمود؟ طبعا احنا مركزين اهو ماتش وماتش، وربنا يوفقنا ان شاء الله. ربنا يكرمكم يا رب. طبعا بنرصد كواليس بعد المباراة كمان الجنود المجهولة، عم عواد وعم درويش طبعا من الجنود المجهولة، ومبروك عليكم 3 بونت. كابتن محمد صبحي حارس مرمى النادي الاسماعيلي، مبروك يا كابتن. كابتن احمد العجوز بعد المباراة مع كابتن كرم، كابتن حمد، لعيبة المصري طبعا وزعلانين، محمود عبد الحكيم، محمود شاكر عبد الفتاح، كابتن طارق ابو الليل. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا مازن. بيقولوا ان انت بتحط التشكيله يا كابتن. طب حلو يا ابني. بتكسبوا. طبعا دي الاجواء بعد المباراه، الاجواء بالكامل. يا رب الاجواء تخلص ونروح. افشل صفقتين. النهارده عايزين نسال. طب استنى بس اصغر الكاميرا. استنى على الراجل معايا. طب استنى، النهارده عايزين نسال الكابتن صالح ايه يعني ايه شعورك لما خدت الجزء الكبير النهارده في الماتش؟ لا الكوره مش كباري، الكوره رجوله يا دولي. طبعا النجمه كابتن جمال الطلي وكابتن احمد صالح والدكتور مجدي الباز. الف مبروك يا حبيبي. الف مبروك عليكم. النجم الكبير بتاعنا ان شاء الله. دكتور مجدي برضه عشان الناس تعرف اصابه متولي ايه؟ عنده مزق من الدرجه الاولى في الخلفيه الشمال 10 ايام، وهننزل نعمل له اشعه دلوقتي ان شاء الله، بس هو في الغالب من اسبوع ل3 اسابيع. من اسبوع ل3 اسابيع. طب ربنا يستر وقالش بقى. حضروا الموقف ده. طب الكابتن سعفان الصغير، كابتن سعفان الصغير، تقولي للكابتن احمد صالح بعد المباراه جاب لك ايه من السعوديه؟ عمره مقبوله. الف سلام عليكم. الانفلونزا. جاب لك ايه من السعوديه؟ جاب لك ايه من السعوديه؟ شنطه الهدايا ضاعت. صالح الوش اللي جاي من العمره لسه جديد يا جماعه. شنطه الهدايا ضاعت. الف مبروك والعمره راحت. وبعدين في مثل برازيلي بيقول لك ان كنت خاطط حاسبك. مبروك. شنطه الهدايا بتاعت المطار ضاعت منه هو والكابتن بلبل. طيب انا يعني كويس انتوا الاثنين موجودين، الدكتور مجدي الباز وكابتن طارق ابو الليل مدير الجهاز الاداري، انتوا اكتر 2 بتتهاجموا على الفيسبوك. مش عارفين ليه. الكلام اللي بيتقال عليك يا كابتن طارق وكابتن حمد وكابتن كرم كمان موجود اهو كمان، بيقولوا يا كابتن كرم ان الكابتن طارق ابو الليل هو اللي بيحط التشكيل.
بجد والله. صراحه الكلام ده ما بيحصلش. لا عيب ان حد يقول كده والله، لان الجهاز الفني معانا على اعلى مستوى. بجد الكابتن احمد العجوز وكابتن كرم جابر وكابتن محمد ابراهيم دول كانوا لعيبه كبار وجهاز فني كبار، فما ينفعش حد يقول الكلام ده يا جماعه. احنا الحمد لله منظومه حب كلنا بنشتغل، وكل واحد في الجهاز عارف شغله وعارف حدوده. الحمد لله اشتغلنا مع اجهزه كتير جدا، عمرنا ما اتكلمنا في حاجه ولا عمرنا لينا تدخل في اي حاجه، لكن اللي بيتكلموا على باسكال. باسكال مشكلته معانا انا والدكتور مجدي انه كانت بره الملعب. اولا ما بيحضرش التمرين، بيجي متاخر، تمرينه الصبح ما بيحضرهاش على طول. الحاجات دي طب هو باسكال خلاص مشي، هو كان بيشرب سجاير؟ دي حقيقة. دي حقيقة. انا المعلومة عندي يعني. طب وانت دكتور يعني بيشرب سجاير، مش المفروض تقول لي لا؟ كنا بنعزم عليه الحمام. في الحمام. في الحمام. حاج احمد جاي من العمره، حاج احمد نورنا. طبعا دي الكواليس بعد المباراة. يا رب نكون نقلنا كل الاحداث بعد المباراه. لعيبه النادي المصري كابتن صبري المنياوي بيحيي يعني الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي. طبعا حزن على البورسعيديه بعد المباراه ولكن في بيتها. ماشي.